بالنسبة للفيروس هذا سريع الانتشار، عدوى شديدة، راح نشوف موجة شديدة في الإصابات، تنتشر أكثر بدخول وقت دخول المدارس. ما في داعي للإغلاق ولا في داعي للحظر. المتحور الجديد هذا هو ناشئ من متحور الإكس بي بي اللي كنا شفناه السنة اللي طافت، وهو أصلا الإكس بي بي جده أو أبوه اللي هو أوميكرون. تتميز هذه السلالة بسرعة الانتشار وتصيب الجهاز العلوي من الجهاز التنفسي، يعني أعراضها فقط تكون احتقان وآلام في الجسم وحرارة، احتمال دخول المستشفى أو الوفاة جدا منخفض. فهذا الفيروس قاعد يتبع خط السير جده اللي هو الأوميكرون، يعني عبارة عن إصابة بالجهاز العلوي، حرارة، ومخاطرة الوفاة أو دخول المستشفى جدا منخفض، فما في خوف منه. أنا في ناس تواصلوا معي أكثر من أسبوعين كان عندهم أعراض مشابهة وطلبوا مني أتكلم. قلت ما راح أتكلم لأن فقط بيت واحد، وهم كان جايين من دولة قريبة، دولة سياحية، وهذا شيء متوقع. فهذا دخول الفيروس عن طريق الناس هذه لما رجعوا من السفر. بالنسبة للفيروس هذا سريع الانتشار، عدوى شديدة، تقارب يسمونها R013، يعني كل شخص ممكن يصيب 13 شخص. راح نشوف موجة شديدة في الإصابات، وليست خطرة، شديدة في الإصابات اللي أهلها أنها تنتشر أكثر وقت دخول المدارس، لأن كل طفل طالع من بيت فيه إصابة راح يتسبب إصابة زملائه في الصف. مثلا على الأقل 25 طالب، معناتها 25 بيت آخر راح يصاب. احنا نشوف إصابة جدا عالية، بس ما في داعي للقلق. كل اللي خاف منه انه خلال هذه الإصابات في ناس كبار بالسن حالتهم ضعيفة، ويعني يمكن يتعبون أكثر من باقي أفراد الأسرة. أتذكر كانت وصلت الإصابات بالكويت في الأوميكرون ل 6400 إصابة، هذا تم رصدها، وبتقديري أكثر من 10,000 إصابة يوميا، بس ما كان في دخول المستشفى أو وفيات الحمد لله. بالنسبة للحظر ما راح يصير، لأن فلسفة الحظر أو داعي الحظر هي قدرة الخدمة الصحية. يعني لما تنترسل مستشفى العناية المركزة، تنترسل مستشفيات ونوصل الحد الأقصى، لا يوجد أسلوب إلا واحد لمنع انتشار المرض إلا عملية الحظر. ما في داعي للإغلاق ولا في داعي للحظر ولا في داعي لأي تصرفات من جهة الحكومة. هي المفروض تكون تصرفات من جهة الأشخاص. لا يوجد داعي لأخذ أي جرعة تعزيزية في هذا الوقت لسبب بسيط. أول شيء الشركات هذه ما راح تصنع تطعيم ما في أحد راح يطلبه. لما يكون المرض فيه مخاطرة، الشركات راح تصنع. يعني التطعيم الآخر واحد اللي كان مادورنا اللي جابته دولة الكويت، يغطي على السلالة الفرعية من الأوميكرون اللي هو كانوا يسمونه الجرعة التعزيزية اللي جابوها، هذه تغطي على السلالة الفرعية. في ناس أخذوها وفي ناس ما أخذوها، ما شفنا فرق. شنو أنا خايف أنا منه؟ مو خايف من الفصيلة هذه، أنا خايف إن لما تكون تزيد الإصابات يزيد احتمال حدوث متحور، ومتحورات ما ندري عنها. ممكن يكون متحور خفيف أو يكون سيء. المثل تذكرون الكورونا أول ما صارت كانت تسبب وفيات، بعدين جاء وراها متحور ألفا، بعدين متحور بيتا، بعدين متحور جاما، ما كان فيهم أي مشكلة. الدلتا اللي صار أشد. فوجود تحورات مو معناته الفيروس يضعف. الفيروس ممكن يتحور نتيجة الإصابات العالمية الزائدة، ممكن يطلع لنا متحور لا سمح الله يكون سيء. فهي الاحتياط واجبنا عشان احنا ما ندخل في نعطي فرصة للفيروس انه يتحور الى شيء سيء.